مفيش شك ان بيرستاو اول ما جه النادي الاهلي وانا شايفه ان هو لاعب كبير جدا، خصوصا ان انا كنت متابعه مع كلوب بروج موسم 2018 2019 لما اخد معاهم الدوري واخد احسن لاعب في الدوري البلجيكي. فانا كنت شايف ان بيرستاو كان لعيب جامد جدا وناحيه اليمين. لكن لما جه النادي الاهلي كان بيلعب فيرود، وانا اتذكر ان كان اول ماتش ليه كان قدام نادي الاسماعيلي فجاب جونين. فمن بعدها موسيماني لعبه مهاجم. وكان الغريب ان موسيماني اصلا اكتر واحد عارف بيرستا وعارف قدراته ان هو جناح ناحيه اليمين، ولكن موسيماني كان اغلب الوقت كان بيلعبه مهاجم. فده ما اظهرش امكانيات بيرستاو. الراجل اللي كان بيحب المساحات، فكان اكتر الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي كان بتدافع، فكانش بيلاقي المساحات فكان بيتخنق. فكان بيظهر للناس كلها ان هو لعيب عادي جدا، غير ان اصاباته كانت كتير. لكن بيرستاو دلوقتي واحد من افضل لعيبه النادي الاهلي، وانا شايفه بجد لعيب سوبر، وان شاء الله من نجاح لنجاح مع النادي الاهلي.